بعد ما تعرفنا في الحلقات السابقة على المدرستان الفيثاغورية والإيليا، غنتوقفوا في هذه الحلقة على آخر الحكماء الطبيعيين واللي كيصنفوهم المؤرخين تحت اسم الدريون. وأول هؤلاء الحكماء هو هيراقليطس اللي تزاد في أفسس من أعمال آسيا الصغرى، وكان معاصر لبارمينيدس، كيف ما أنه كان كينتمي لأسرة أرستقراطية. بدأ هيراقليس بانتقاد المعتقدات والأساطير الدينية السائدة في العصر ديالو، كيف ما كان كينتقد حتى بعض العلماء كفيثاغورس اللي كان كيستعمل أفكار أسطورية مع الأفكار العلمية. هيراقليطس غيكتب واحد الرسالة كتضمن الأفكار ديالو، بقى لنا منها غير بعض الشذرات. الكتابة والفلسفة ديالو بصفة عامة كيوصفوها المؤرخون والمهتمون بتاريخ الفلسفة بأنها فلسفة غامضة وتخص فئة معينة من الناس وما كتناسبش مع عامة الناس. من أهم الأفكار اللي جابها هيراقليطس هي المعارضة ديالو لفكرة الوجود الواحد والكينونة الثابتة والخالدة اللي كان كيقول بها بارمينيدس، واعتبر أن التغير هو أصل الأشياء. ومن الأقوال ديالو الشهيرة إنك لن تستطيع أن تعبر النهر مرتين، وكان كيقصد بهذه القولة أن العبور ديالنا النهر في المرة الأولى ما يمكنش يكون هو نفس العبور ديالنا في المرة الثانية، حيث في كل مرة كيوقعوا بزاف ديال التغيرات سواء في الجسم الإنساني وحتى في الماء اللي في النهر نفسه. وهذا المثال هو اللي كيشرح لنا نظرية التغير اللي كيأكد عليها هيراقليطس. وكانت عند هيراقليطس واحد النظرية أخرى في الطبيعة، وهي امتداد للنظرية الأولى، وكيعتبر فيها أن النار هي أصل الكون، والنار في هذه الحالة دائما كتؤدي لتغير الأشياء من الحالة الأخرى، بمعنى أنها هي التحقق ديال التغير السائد في الكون. الحاكم الثاني من الاتجاه الدري هو امبيدوكليس، واللي حاول يجمع ما بين الفلسفة ديال بارمينيدس وهيراقليطس، وقال بأن الوجود كيتكون من نفس القدر من المادة، ولكن هذه المادة كتاخد أشكال مختلفة، وهكذا كيتحقق شرط الدوام والثبوت ديال المادة في الكون. فمثلا الطاولة كتكون من مادة الخشب، واللي ممكن نغيروه هو الصورة والشكل ديالها لأشياء أخرى، ولكن هذه المادة كتبقى محافظة على نفس القدر من المادة والذرات المكونة لها. امبيدوكليس حاول يقدم جواب كذلك لسؤال أصل الكون، وقال بأن الكون كيتكون من الماء والتراب والنار والهواء، والكون بالنسبة ليه بدا ككتلة كروية مكونة من العناصر الأربعة اللي قلنا سابقا بشكل متماسك. اللي ملاحظ في الأفكار اللي جابها امبيدوكليس أنها كانت توفيقية بين الفلسفات اللي كانت قبل منه. في نفس الفترة اللي كان فيها امبيدوكليس كان واحد الحكيم آخر معاصر ليه واللي كيتصنف كذلك من الاتجاه الدري، هو الحكيم أناكساغوراس، واللي كانت الفلسفة ديالو كلها كتأسس على فكرة المادة والذرة المتناهية في الصغر، وكان كيعتبر أن كل مادة كتكون من كميات صغيرة من المواد الأخرى، وبالتالي فكل شيء في الكون فاش كيتحول لشيء آخر ما كيعنيش أن المادة ديالو تغيرات، بل كيعني فقط أنه تحول للمادة الأخرى اللي كيتكون منها. وهنا كيعطي أناكساغوراس واحد المثال، وكيقول أن الطعام كيحتوي على جميع المواد اللي كيتكون منها جسد الإنسان، بحال الشعر والعظام واللحم وغيرها. أناكساغوراس غيعطي واحد التركيب للأشياء وللكون، وقال بأن هذه المكونات كانت في البداية عبارة عن كتلة جامدة كتكون من جميع المواد الأخرى، ومن بعد بطريقة غير معروفة بدأ العقل بتحريك هذه المكونات وانفصل بعضها عن بعض. من الأفكار كذلك اللي كيقول بها أناكساغوراس هو الوصف ديالو للشمس، اللي اعتبرها قطعة من الحجارة ملتهبة، والقمر اعتبره ككتلة من التراب. آخر حكيم وفيلسوف عندنا في الاتجاه الدري هو ديموقريطس. تعرف ديموقريطس بنظرية الذرات، والذرة في التصور ديالو هي وحدة متجانسة غير محسوسة ولا متناهية العدد، وهي الجزء الذي لا يتجزأ من المادة. هذه الذرة أزلية، يعني أنها موجودة منذ الأزل وكتتحرك بذاتها عن طريق الثقل ديالها. هذه الذرات حسب ديموقريطس كتشابه من حيث طبيعة المادة، وأنها ما يمكنش تنقسم لجزء آخر أصغر منها،
ولكن كتختلف من حيث الشكل والوضع والترتيب ديالها. في التفسير ديالو لأصل الكون كيقول ديموقريطس أن اتحاد الذرات كيؤدي لنشوء الكون، وبالاختراق والتفكك ديالها كينتهي الكون. فجميع مكونات الكون كتكون من ذرات متحركة تلقائيا، كيرجع الاختلاف فيما بينها للتباين اللي كاين على مستوى مقدار الذرات الداخلية اللي كتشكل منها وطريقة الترتيب ديالها. بعد ما كتشكل مكونات الكون من الذرات كتبدا تكتسب الكيفية ديالها اللي هي اللون والرائحة والحرارة. في التصور ديال ديموقريطس حول النفس والمعرفة كنلقاوه كيرجع الأصل ديالها للنظرية ديالو في الذرات. فالنفس مثلا هي شيء مادي كيتكون من ذرات كروية كتسري في الأشياء، والمعرفة الإنسانية كتكون عن طريق الإحساس اللي هو نتاج ديال حركة الذرات في الهواء اللي كتخلي واحد التأثير على الحواس، وبالتالي كتنشأ لنا المعرفة بالأشياء المحيطة بنا. هكذا كنكونوا انتهينا مع آخر الحكماء والفلاسفة اللي ميزوا مرحلة الفلسفة اليونانية ما قبل سقراط. في الحلقة القادمة غنتعرفوا على البدايات الأولى للفلسفة في مدينة أثينا، وبالضبط مع الفلاسفة والسوفسطائيين. شكرا لكم على المتابعة وإلى حلقة قادمة.